أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا نشرنا مقطع يوم 17 واليوم 25، يعني صار تقريبا 8 أيام. هذا المقطع خاطبنا به أبو المعتد. ما أنا بالحقيقة تفاجأني اليوم أبو المعتد برده، يعني ما رد ولا ذكر اللي عنواننا اللي طالبينه منه، ما ذكره. قام يشوعط ويغرب ويشرق وقام ماكو. شلون المزوهر، شلون السمكة من تاكل زهر بالمي تظل تفتر، نفس الشيء قام يخبط. يعني شوف، احنا قلنا لا ردنا على هذا الحساب يا جناب ابو المعتد. ما ندري بيك يابا، انت ما تشتغل لمصلحة محمد وآل محمد. انا ما عندي علم بيك، ما متأكد كنت. هذا الحساب هذا عمر المكنا ايكو، هذا تعرفه انت. ايه، هو على طول كان يقول يودي لي فلوس ابو المعتد، هو بلسانه. نعم، وهذا صورته وهذا الحساب ماله. هذا الحساب عمر بن الخطاب. هذا عمر يقول هذا فعل بالزهراء، وبصريح العبارات. وكانوا ببثه الحج ابو ايليا وابو حيدر الكعبي وابو ايليا العقيلي ويا بعد. وهذا الحساب ايضا، هذا انا في المنشور السابق ما ذكرته، قلت ما اعرفه. هذا ابو فضه، هذا ابو فضه، وهذا ما اعرف هذا ياهو. طيب، احنا قلنا اذا مصلحتك في مصلحة محمد وآل محمد، هو يلفظها بلسانه. يعني هسه هذا حاط العنوان، لكن هو يلفظها باللسان الصريح والكذا، ويعني ويشتم الامام علي المهم يفشر على الزهراء سلام الله عليها. وايضا هو متجاوز الحدود، هو على الخليفة الثاني. هذا ردنا الرد منك هكذا، يعني احنا ما ردناك غير نريد مصلحتك. الان مصلحة محمد وآل محمد ابدا. انت شو منشورك ما يشير، ما بي اشارة ابدا. هرب من هذا، انت من هذا العنوان اللي عنونته الى، هربت منه. انت غير شلون تهرب؟ انت تخاف من ايكو؟ انت مش بيك انت. ليش هربت؟ هذا شوف، خلنا نصعد. هذا لا ما ترد عليه انت اليوم، قناتك انت هذا الغرض انا الان. واذا ما رديت عليه، هذا المقطع اللي راح انشره، هذا يفند قناتك. لان هذا موضوع، هذا الحساب موضوعه يفند قناتك. هذا اذا انت تخاذلت، اذا تخاذلت عن الرد، هذا يفند قناتك. بعد ذلك هاي ما تدافع على زوجات النبي. احنا قلنا مرارا وتكرارا: اما نحن شيعة فنعتقد ان كل من يقذف اي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه واله، لا سيما حفصة وعائشة، فهو ملحد كافر ملعون مهدور الدم، لان ذلك مخالف من صريح القرآن وهنا الرسول الله صلى الله عليه واله. هذا موجود، وعارض الكتاب على الشاشة ونشرته انت على قناتك وصوتي، هذا موجود. عندنا فتاوي بسب رموزكم، عدم السب، وهذا هسه مقطع للظهر بيسب وشتم. صارت ضجة الآن، كلها هذا صارت ضجة، ورجال الدين تدخلوا. وما عندنا، احنا ما عندنا سب بنسب رموزكم. عندنا فتاوي عدم سب رموزكم، عدم سب رموزكم. مسلمين انتم، عجيب الامر. فانت ليش الان انبطحت؟ ليش انبطحت عن موضوع عمر ايكو؟ يعني ليش انبطحت؟ انت جاوبني على هذا المقطع، انت لا تروح على غير كلام. انت جاوبني على هذا الحساب. انا الفظ مقطع على طول، الفظ مقطع. انت جاوبني على هذا الحساب وعلى الشتم. انت تدري اخيار السنة وقعوا جرفتهم امواج عمر ايكو وعمر حمود، مثل هشام، مثل شيخ سعد هذا المصري الازهري، من الازهري الشريف سعد.
مثل الأستاذ هشام هذا الدكتور يقول أنا دكتور طبيب، وغيرهم من الأخيار جرفتهم الأمواج. نفرين غيروا لك، قلبوا الموازين، قلبوا الموازين نفرين قلبوا الموازين يا صديقنا. انت تطلع صورتي وتلزق لها شارب وتخلع الشارب، ومره تحط لك حمار، ومره شو تسوي، ومره تدبلج. بابا هذا عيب، انا ما جايك على هذا. وحط شو تريد عمي، شوي صورتي، شو تحط حط. احنا نتلاقى اذا ما شورت بيك وما اخذت حقي منك بالدنيا اخذه بالاخره. الله عادل ويعطيني حقي وافقس عيونك واخذ حقي. عادل الله سبحانه وتعالى. مو هين شنو؟ الان انت رد لي على هذا رد لي على هذا الحساب، رد لي انجرفت هذا. انا اخوانك انجرفت، كفرت الان، رد لي عليهم، وجههم، قول ادعوا. هذا اللي يحصل هو شنو تكليفك الشرعي؟ انا اريد تكليفك الشرعي شنو؟ انت شو ما شرعت لي تكليفك؟ اريد تكليفك الشرعي يا بني ادم. قول ما عندي تكليف شرعي، لا افهم لا افقه، انا فقط بالسبنديات والسرسردغيات افهم بالتشرير والتسقيط افقه. قول حتى نتركك. هذا الان الحساب، وهذا اذا ما رديت هذا يفند قناتك، فنتها امام العقلاء، امام الاساتذه. هذا وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.